السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم خياتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو تعليم وصفه خفيفه ظريفه. وصفه الفريكاسي. وصفه يعني بنينه بزاف، مليحه. دي ساندويتش معمرين محشيين، كل واحد كيفاش يحب يفرسيهم من الداخل. انا درت لهم لافارس اليوم سهله بزاف، تبعوا معايا للاخير وراح تشوفوا كيفاش درتهم. هنا خياتي واش عندي؟ كانت عندي حبيبه تاع البيض، وعندي مغرفه تاع الخميره تاع الخبز، وعندي مغرفه صغيره تاع السكر، وعندي 2 مغارف إلى 3 ملاعق من الزيت. نخلط كل المكونات زوج كيسان تاع الماء الدافي. انا هاد 2 كيسان الماء الدافي راهي تخرج كونتيتي كبيره، يعني من الاحسن نديروها في الفطار ماشي في شهر رمضان. انا درت 2 كيسان تاع الماء، خرجت لي كونتيتي فريمون كبيره بزاف. صوف الا كان عندك العائله في الدار اكيد راح تنتكل. هاد الوصفه يجو خفاف خفاف خفاف، ويجو فارغين من الداخل، يجو صدقوني يجو روعه، راح تشوفوا كلش على عينيكم. هنا خياتي درت 2 كيسان تاع الماء الدافي، وبقيت نلم فيهم بالفارينه حتى تكونت لي عجينه كيما راكم تشوفوا فيها، ماشي طريه بزاف وماشي يابسه بزاف. من الاحسن تكون شويه طريه باش يجونا خفاف. العجينه تاعنا تشبه العجينه تاع لي سوفلي ولا العجينه تاع لي بيتزا كيما هكا. هنا بعد ما عجنتها وتعجنت لي مليح شويه، تقدري تعجنيها باليد عادي، فقط انا كانت عندي اشغال واحده اخرى فخليت البيترا تخدم شغلها في بلاصتي. هنا راني نقول لكم هاي لكم تكستور تاع العجينه تاعي كيفاش تكون. دهنت يدي بشويه تاع الزيت وطميتها شويه هكا وخليتها تختمر، نعطيها حقها من الاختمار. 10 ربع ساعة 10 دقائق حتى لربع ساعة، لا أكثر، ما خلوهاش تختمر بزاف، خاطش بعد ما نطبعوها راح نخليوها ترتاح واحد ل5 دقائق باش عاد نوليو ونقليوهم. شوفوا معايا كيفاش يعني درتهم، وان شاء الله يعجبوكم وينالوا رضاكم. وصفه سهله بزاف، خفيفه بزاف، خاصه انا وجاي الصيف. لي فاكونس، يعني حوايج خفيفه، هي وطبيسي تاع شلاضه ولا حميس، ولا وانتي درتي فطور ولا عشاء، ومن ألذ ما يكون. يعني نعرفوا الصيف السخانة والناس ما تحبش تاكل المراقي والزرازق ولا البحر ولا لي فاكونس، يعني يجوا حاجة بزاف مليحة. هنا خياتي وش راح ندير هنايا؟ بعد ما اختمرت لي، شوفوا كيفاش راهي اختمرت دوبل الفوليوم تاعها مليح، تتحقق من الاختمار، ما خلوش برك يفوت منها الخمير. يعني لفت فيها الخمير راح تفسد لنا لاباط، حتى كي نقليوها ت... ت... ما تجيش يعني منفخه، راح تجيكم كيما تجي يابسه. هذه هي. هنا قسمت العجينه اون دو، هذه برك العجينه خرجت لي حوالي 10 حبات. يعني العجينه راح تخرج لي يعني 2 كيسان تاع الفارينه بسرسو كبير شويه، خرج لي تقريبا 20 حبه من الفريكاسي. يعني باش ديروا في بالكم بلي 2 كيسان ما راح يخرجوا كوانتيتي كبيره بزاف بزاف. هذه هي. هما حقيقة يتكلوا، لكن أنا كنت في رمضان، في شهر رمضان راني درتهم. يعني جاوني، جاو بزاف. يعني هذيك الكونتيتي 10 حبات ولا غير درتها تكلت، والكونتيتي اللي بقات تاع العجينة رحت خبيتها في الكونجيلاتور، قلت مرة أخرى نعاود نجبدها إن شاء الله ونديرها، وعلاش لا تكون لاباط واجدة. هنا كيما راكم تشوفوا راح نحل العجينة نتاعي على نصف 1 سنتيمتر، ما نحلوهاش خشينة بزاف وما نحلوهاش في نفس الوقت رقيقة بزاف. إلا حليناها رقيقة بزاف ماهيش راح تطلع، ولا إلى طلعت تطلع كيما الورقة، تولي ورقة من الفوق ومن التحت، وفي الوقت في الوسط تجي فارغة تماما، لكن تجي كيما المصة. غير تعمريها بالحشو وراح تطرطق هذيك القشرة هذيك. ولا حلينا خشينا بزاف راح يجينا فيها اللب بزاف، تجينا كيما طرف تاع الخبز. فمن الأحسن نحلوها متوسطة، يجينا فيها شوية تاع اللب، وما تجيناش فارغه بزاف بزاف، وما تجيناش معمره بزاف. شوفوا معايا، تشوفوا معايا كيفاش خرجوا لي. خرجوا من اروع ما يكون. هذه يعني فريكاسي انا نديرهم وعينيا مغمضين، تلموا الوصفه موالفه بها وديما نخدمها، يعني نديرها وعينيا مغمضه، ما عنديش المشكل الحمد لله فيها نهائيا. انا اكتفيت بهذا الكونتيتي هذه تاع العجينه، ما درتش بزاف، غطيتهم وخليتهم واحد ل5 دقائق. هذه قلت لكم راني كنت نقول لكم هنا كانت كافيه، خليتهم واحد ل5 دقائق هكاك. بيت ما وجدت المقله نتاعي نقلوهم في زيت غزير شويه كيما نقلو السفنج ولا نقلو لي بيني تاعنا. كيما راكم تشوفوا انا نقلي اول ما نحطها في المقله، يكون الزيت بيان سور سخون وعلى نار شويه طالعه ماشي هادئه بزاف بزاف، ونبداو نديرو بالمغرفه عليهم زيت كيما نقليو لي بيني ولا سفنج. اول ما تبدا تنتفي خبرك نقلبوها، ماشي حتى تتنفخ بزاف، يعني غير تبدا تشوفوها تبدا تنفخ تقلبيها وانتي هكاك ترمي في الزيت وتقلبي باش تعطي لك هذيك القوام المليح اللي نحوسوا عليه تاع يعني تعطي لك النتيجه في الاخير
مليحة، ما يجوش فارغين وما يجوش محروقين وما يجوش يابسين يعني. دوك تشوفوا معايا كيفاش خرجوا لي، جاوني ولا اروع، جاوني ملاح بزاف بزاف بزاف. انا كي نديرهم ما يقعدوليش. شوفوا كيفاش عامل لكم لي فيريكاسيون تاوعي. كيفاش خرجوا لي، خرجوا ولا اروع. دوك نقسم معاكم حبيبات، تشوفوا كيفاش ما جاش فيها اللب بزاف، لكن جات ملحمه، حنا نقولوا ملحمه. شوفوا كيفاش جات، الله يبارك عليها. اما بالنسبه للحشو كل واحد واش يحب يحشيها، كاين اللي يحشوها بشلاضه، كاين اللي يحشوها بالمايونيز، كاين اللي يحشوها. انا ما حبيت ندير حشو خفيف، بدلت نهائيا في الحشو نتاعها، يعني تقريبا تقريبا ماشي بزاف. واش درت لها، هي تركب على بزاف على الطون. نديرو فيها بزاف الطون، وكاين اللي يديروا فيها الكاشير ولا الباتي، ولا انا ما نحبتش بزاف هذوك المواد، فنحب الطون بزاف. واش عندي 3 حبيبات تاع البيض، وعندي قطعتهم كيما راكم تشوفوا فيهم هكا كاريات صغار، وعندي شويه تاع المعدنوس، وعندي حبيبه تاع البطاطا متوسطه في الحجم، قليتها كاريات صغار. تحبوا خياتي تقلوها، تحبوا تغليوها. الوصفه الاصليه تاع تونس هما يغليوا البطاطا ويديروا لها هاد المكونات كامل، ومن بعد يوليو يحشيوهم. فانا قلت لا لا، نقلي البطاطا نتاعي احسن، وندير لها شويه تاع الطو، شويه تاع المعدنوس. هذا ما كان درت له شويه فرماج، شويه الهريسه في الداخل، وبيان سور الملح في الكحل ما ننساوهمش. انا هنا استغنيت على الملح باسكو البطاطا مالحه. الطوش فيه شويه الملوحيه، الفرماج يعني خليت بلا ملح، درت له شويه تاع الفلفل الكحل فقط. وشوفوا كيفاش جاو ولا اروع البنات. صدقوني هاد الحشوه دي جاي تبان بنينه، بطاطا والطون والبيض وشويه تاع المعدنوس، تلقى لنا هذيك النكهه الرائعه. درت لهم غرفه تاع الهريسه باش تجيني انا، حنا ناكلوا الحار، بديروش علينا هذيك هريسه يعني ناكلوا الحار فريمون تاع الصح. فيعني خلطت الحشو هذاك شويه تاع بالهريسه هكاك، وراح نزيد ندهن الخبيزات نتاعي بالهريسه، ونحشوهم. ودرت لهم في الاخير ورقه تاع شلاضه كديكور، وفي نفس الوقت مليحه بنينه، يعني جات مليحه ما شاء الله. جوني ولا أربع خياتي، صدقوني وصفة رائعة جدا جدا جدا. يعني ديرها هي وشوية شوربة فريك ولا فيرميسل، وانتي درتي طابلة تاع العشاء ولا أربع، خاصة هاد الأيامات الأخيرة تاع رمضان. يعني نحوسوا يعني غير حاجة تاع الوحدة كعور ومدلعور. كي هاد الوصفة ماهيش تاع كعور ومدلعور، والله غير شوفوا كيفاش راهي بنينة، ما شاء الله عليها. يعني فيها تعب وتكفي عليها باش تخرج لك حاجة مليحة. هنا خياتي شوفوا كيفاش راني ندير بعد ما نحشيها بهذاك الحشو هذاك. ندير لها ورقه تاع شلاضه، وندير لها حبيبه تاع زيتون من الفوق. هذه هي، وجات ولا اروع، جاتني بزاف هايله، جاو بزاف خفاف. شوفوا كيفاش راهم من الداخل فارغين وفي نفس الوقت ملحمين. نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم ونال رضاكم. ما تنسونيش في جيم وتعليق حبيباتي بيان سور الى عجبكم الفيديو. هذه هي وش راح اقول لكم. ان شاء الله تتبعوا الفيديو للاخير وجربوا الوصفة هذه بالطريقة هذه، يعني كل واحد كيفاش راهو يدير فيهم. الوصفة الأصلية عطيتها لكم، يجي فيها البيض وشوية تاع الزيت وخميرة تاع الخبز والفرينة وخلاص. هذا ما يجي فيها. ما تعجنيها بالحليب. راني نشوف بزاف ناس دوكا ولاو يعجنوها بالحليب، يديروا لها ياغورت ناتوريل، يديروا لها بزاف. خلوا الوصفه كيما راهي، برك راهي لبس عليها، ما عنده مخصه، ما كان لا تبداو يعني تموديفو حتى تروح النكهه الاصليه تاع الوصفه. صدقوني من كاين وصفات تقليديه والله ما نحب نلعب بهم بزاف. هذه هي خياتي كانت طبق في الطبق النهائي نتاعها. هنا زدت لها حبيبه تاع الزيتون، وشوفوا هذاك الزين وهذاك البنه راهي تهدر وحدها، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك على ذاك الزين وذاك البلا كيفاش الشباب يشهي هكا وحده. وصحة فطوركم حبيباتي، إلى الملتقى، مع السلامة.